بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحقيقة النهاردة أعمل فكرة بسيطة جدا بالنسبة لعيالنا اللي هم بيشتروا مجات من بره بأسماء كبيرة جدا وهم بيضحكوا على العيال. مجرد الفكرة هو إن انت تنوعي لعيالك بالصوصات الموجودة. هنجيبوا مج، أي مج عيالك بيحبوه، يكون مثلا بيشربوا فيه أو بولة او كاس ولا حاجة اهو بيحبوه. وهنستعمل مكونات بسيطة جدا يا جماعة في البيت، هوريها لكم دلوقتي. ممكن عسل اسمر، مع ما بيحبوش العسل الاسمر او العسل الاسود هتعملي عسل ابيض. دي كلها مكونات في البيت. تمام. عندنا المكونات الرئيسية، عندنا موز، ممكن بدال الموز تعملي فراولة، شرايح مانجا، اي فاكهة عيالك بيحبوها. تمام. عندنا عصرة ليمون، عندنا زبادي او مايونيز بقى لو عايزه تشتري صوصات من بره، مايونيز او الحاجات دي. تمام. عندنا هنا طحينه، انا بحب قوي الطحينه في الاكلات، حتى في الاكل اللي هو بيبقى مش مملح. تمام. بقى عندك هنا دي جوز الهند. جوز الهند مبشور. وبصوا بقى يا جماعه، عندنا دي يا اما سوداني مطحون او مدقوق او مجروش، يعني ادي سوداني. عايزه بقى الحاجات بقى الغاليه، فستق، لوز، عين جمل، الحاجات دي. تمام. عشان نوفروها لو عيالك جابوا كراميل او المنتجات اللي هي بتبقى فيها شوكولاته مثلا اهي. اي شوكولاته، اي شوكولاته او توفي او حاجات زي كده بتدقدقيها، يعني واخدين بالكم. كراميلا، توفي، الحاجات اللي بتنجاب دي بتدقدقيها بس كده، العيالنا بيحبوها. تمام. هنبتدي بمكونات بسيطة جدا. بسم الله. نبتدي بقى دي نركنها على جنب. لو عندنا عيش فينو محمص واترمى ومش عايزين خلاص كده. هنقطع العيش ده يا جماعة كده ايه، عشوائي، شرايح اهي. عايزه انت تقطعيه حتت وتفرفشيه ماشي، يعني يا اما شرايح ماشي يا اما فتافيت ماشي. عندي عشان عندي برد ممكن مربى، نسيت اقول لكم ان كنت عامله مربى او مهلبيه فراوله او مهلبيه مانجا. بصوا بقى طبق والله يتشري من بره بالشيء الفلاني. ادي شرايح الايه، عندك توست او شرايح زي ما قلت فينو، ادي رغيف فينو او توست بايت، اظن مفيش ابسط من كده. عايزه تفرفشيه فرفشيه خلاص كده. ادي الشرايح الايه، شرايح التوست او شرايح عيش الفينو. ما عندكيش، انا هنا عندي برضه بوريكم البدايل. دي كانت دي مهلبيه بالبنجر اهي، بسيطه جدا. هنركنها على جنب اهي. ده شكلها الرئيسي. عندك سواء مهلبيه كاستر، اظن يعني سهل خالص كلنا بنعرفه نعملوه، او مربى فراوله او اي نوع مربى خلاص. طيب ما عنديش عيش فينو، انا هنا كنت عامله فيديو معاكم على، انا مش عارفه الاضاءه مش حلوه، كنت عامله مج او اللهم صل على النبي، الكنافه كنت عاملاها ايه على شكل اشكال كده. كنافه، حته كنافه بايته كده معانا مش عايزينها، او كنا الكنافه مثلا وفاضل حته هتحمصيها. شايفين يعني؟ اظن مفيش ابسط من كده. مكونات موجوده في كل بيت. ما عنديش كنافه، هاتي جلاش قطعيه وحمريه في حته سمنه او حطيه في الفرن. شايفين يا جماعه البدائل دي؟ عيالنا بيحبوا الحاجات اللي هي بتاعه التيك اواي. ادي شرايح من الايه، من الكنافه. ادي واحده اهي. هتحطي عليه ايه عشان يدبل شويه او يطرى شويه؟ هنحطه زبادي. عيالنا ما بيحبوش الزبادي، حطي بس رشه من الايه، من اللبن صغيره، رشه لبن تدبل او تطري الايه، الشرايح دي. عايزاها تضربها في الكب. تمام.
يعني اما شرايح او تضربها في الكبة، ده موجود وده موجود كده، هتطرى وكده هتطرى. خلاص تمام. هتحطي ايه بقى فوقها؟ بصوا يا جماعه، نحط برضه معلقه من عسل اسمر. يعني ما بيحبوش العسل الاسمر، اعملي كوبايه من السكر على نص كوبايه ميه اهي. انا بس عايزه اعمل ميكس من الايه، من الصوصات اللي هي البسيطه. تمام. العسل اسمر، مش عايزه عسل اسمر حطي عسل ابيض، مش عايزه عسل ابيض اعملي شربات، اللي هو كوبايه، عايزاه شربات تقيل، كوبايه من السكر عليها نص ميه وعصره ليمون. ايه، مش عايزه ده ولا ده اعملي كراميل. تمام. شايفين انا بديكم يعني اختيارات اهي. تمام. هنحطوا عليها كده يا جماعه ايه عصره ليمونه. طب ليمونه ليه؟ بتدي المزازه بتاعه الايه، الصويا صوص والحاجات اللي هي عنب بيشتروها من بره. ادي عصره ليمون. مش عايزه عصره ليمون حطي بقى اي نكهه عليك بيحبوها. تمام. تمام. هنحطه كده يعني خيط كده من الايه، من الطحينه بسيطه. مش عايزه بقى طحينه، اعملي انت بقى اي نكهات عيلك بيحبوها. خلاص كده. عيالنا يا جماعه بيحبوا الحاجات اللي هي السريعه التيك اواي. خلاص كده اهي. هنا بقى هنحطه زي ما قلت المهلبيه اهي، مهلبيه كاستر مربى. انا كنت عاملاها بالبنكر، عملت ابسط خطوات كمان، اللي هي المهلبيه او المربى السريعه. جبت البنجر بشرته، حطيت عليه سكر وحته سمنه، سبته يتشوح على النار ينزل الميه، وبعد كده حطيت عليه نص كوبايه ميه، عليها معلقه من النشا او الدقيق. شايفين الشكل عامل ازاي؟ الطبقات دي بقى عيالنا بيحبوها. خلاص تمام. فوق بقى هتغلفيه بايه؟ ادي قلنا الكنافه المتحمصه. شايفين الطبق يا جماعه بيجيبوه بره بالشيء الفلاني، وهو مكونات بيضحك على عيالنا بيها. نفس الطريقه تعمليها بيه زي ما قلت توست او الكنافه. ادي شرايح من الكنافه او كنافه بايته متحمصه اهي. اظن مفيش ابسط من كده. طيب انا عايزه بقى الايه، الموضوع يعني ياخد شكل ايه مختلف شويه اهو. شايفين انا بكبسه كمان. الحاجات دي بتنجاب يا جماعه مجات صغيره، بينضحك على عيالنا بيها، وبيدفعوا 50 و70 و80. ليه؟ لان هم بيعملوا صوصات او اشكال مختلفه. تمام. هنا ممكن تزيني بايه؟ هنزين بيه موز، شرايح موز اهو، زي ما قلت شرايح فراوله، شرايح موز، اي فاكهه عيالنا بيحبوها. هي بس بيحبوا الايه، بيحبوا الكراميل. الصوصات اللي فوق دي صوص شوكولاته، ممكن تعملي تسيحي شوكولاته اهي. تمام. انا بوريكم طبقات وافكار، وانتوا بقى على حسب كل واحد. دي عيالنا لو كلوا طبق زي ده قبل ما يروحوا الايه، خصوصا ايام الامتحانات، مغذي جدا. عايزين بقى نخلي الموضوع يعني ايه مختلف شويه، زي ما قلت سوداني مطحون او مجروش كده، سوداني زبيب الموجود عندك، كراميلا، توفي، تحطيها كده. عيالنا بيحبوا الايه، النكهات دي قوي اهي. توزعها كده. والله العظيم طبق، تخيلوا طبق زي ده ينجاب من بره بكام؟ ما عدا بقى الصوصات اللي فوق اللي هما بيحطوها، صوص الايه شوكولاته، ادي كراميلا متكسره. اظن مفيش ابسط من كده. كراميل، اي مكونات عندي. خلاص كده تمام. هتحطي هنا ده جوزة الهند. جوزة الهند زي ما قلت، زبيب، اي مكسرات عندي. خلاص. هنحطه زي ما قلت عندي بقى. دي الكنافه المتحمره او الجلاش اهو. شايفين الجمال والطعام؟ توزعيه كده عشوائي. والله يا جماعه انا في رايي دي اسمها مجات السعاده. عايزه بقى تكسري اللون زي ما قلت، تحطي هنا بقى
حتت من الفراولة، حتت من مج زي ده لو حطيناه في التلاجة. انت بقى عيالك بيحبوا اللي ممكن الديسك اللي هو، والله العظيم يا جماعة افكار بسيطة، مكونات زي ما انتم شايفين من البيت اهي. بمجرد ايه، يا اما عيش فينو محمص عايزه تدقيه تطحنيه تمام، جلاش متحمص او كنافه. شايفين اظن مفيش ابسط من كده. الليمون موجود في كل بيت، طحينه، عسل اسود، سوداني مطحون او مجروش، مهلبيه. والله العظيم طبق يا جماعه، انا في رايي طبق السعاده. طيب مش عايزين بقى ده تعملي اي مج او اي طبق عيالك بيحبوه او اي حاجه بياكلوا فيها، وتخلي بدال، خلي تحت ايه بقى، الكنافه هي اللي تكون ديسك تحت. تمام. حبيت اشارككم افكار بسيطه بمكونات بسيطه. كمان الشرايح البرتقال ممكن تعملي تكرمليها على النار اهي. اظن بوريكم مكونات بسيطه. شرايح البرتقال هتعيني منها الحته البيضه دي عشان بتكون فيها مراره شويه، ولو ان انا بحبها الدكتور قال لي كليها مفيده جدا للمعده. تحطيها تكرمليها بشويه سكر ومعلقه سمنه، لو سمنه فلاحه على النار، وتزيني بيها. عيالنا يا جماعه بيحبوا المجات دي، يعني ايه، شوكولاته سايحه من فوق الوش. كل دي افكار على حسب مكونات كل واحد مننا.